السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض كفتة مشوية، كفتة الحاتي بطريقة سهلة جدا وطريقة جميلة وهشة من جوه هتعجبكم بإذن الله. وهنعمل رز بالزعفران بالرز المصري. يلا بينا نشوف الخطوات ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. هنا بقى معانا المقادير. معانا كيلو الا ربع لحمة مفرومة فرمة عليها ربع كيلو دهن، ومعايا بصلتين مفرومين في الكبة فرم ناعم، ومعايا خلطة كفتة، معلقة خلطة كفتة، ومعلقة بيكنج باودر، ومعايا ملح وفلفل. هجيب هنا بقى البصل بتاعي اصفيه، انا عايزة المية بتاعته لوحدها والبصل لوحده. هصفي بقى البصل كله بالشكل ده كده، وهنا عندي المية لوحدها اهيت والبصل لوحده. هبدأ بقى ان انا انزل بالبصل على اللحمة. طفل البصل اللي انا فصلته عن المية هاخده احطه على اللحمة المفرومة، وهحط معلقة البيكنج باودر وخلطة الكفتة والملح والفلفل بتاعي، وهبدأ اقلبهم تقليبة كويسة كده بالشكل ده. هدمجهم كلهم كده مع بعض، وبعدين هجيب الكبة بتاعتي بقى وانزل بالحاجات اللي انا حطيتها دي كلها، اللحمة بالبصل بالتوابل في الكبة، واديلهم كمان فرمة ناعمة كده. ودي اهم خطوة بقى يا بنات في الكفتة، ان هي تطلع معاكي ناعمة وهشة وبتشد كده وجميلة كده. ان انت ترجعي بعد ما يعني انت جايباها مفرومة او فرمها عندك، بترجعي تفصلي البصل عن المية وتقلبي كله مع بعضه مع التوابل، وترجعي تفرميها تاني فرمة كويسة كده في الكبة. تطلع معاكي بقى ناعمة كده وجميلة قوي بالشكل ده. بتجيبي بقى سيخ، لو عندك سيخ زي ده كده، او لو ما عندكيش بتجيبي العصيان بتاعت الشيش طاووق، وتحطي مثلا تلات اربع عصيان مع بعض، وتصبعي عليهم بالشكل ده كده عشان الفتحة بتاعت الكفتة تبقى سميكة كده وتبقى هشة من جوه وجميلة. هنا بقى السيخ بتاعي بدهنه بمية البصل، وبحط الكفتة عليه بفردها بالشكل ده كده، وبعمل اي شكل كده بصبعي بيدي شكل زي كفتة الحاتي اللي بنشتريها من بره. عندي بقى الفرن بتاعي متسخن على درجة حرارة 200. بحط الشبكة بتاعتي في الرف الاوسط، وبسيبه بقى لحد ما تستوي كده وتاخد اللون الجميل بتاعنا. هنا بقى هنعمل الرز. معايا 5 كوبايات رز مصري، مش بسمتي، رز مصري مغسول ومتصفي، ومعايا صدر فرخة مقطعاه مكعبات صغيرة، ومعايا نص معلقة زعفران، وعود واحد قرفة، وورقتين ورق لورا، و وفصين كده من القرنفل، حبيتين قرنفل. هنزل بقى بالزبدة وبشوية زيت عشان الزبدة متتحرقش، وانزل الفراخ بتاعتي تاخد صدمة، وبعدين اقلبها كده تتشوح كويس بالشكل ده كده. وهنزل بقى بعد ما تتشوح الفراخ كويس كده وتاخد صدمة كده في الزبدة، هنزل عليها بقى بالملح والفلفل والقرفة الخشب والقرنفل وورق اللورة، وهشوحهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنزل بالزعفران واديله تشويحة كويسة كمان مع الفراخ والتوابل. هشوح كده كله مع بعضه بالشكل الحلو ده. الريحة بقى هنا مش عايزة اقولكم كانت تحفة. هنزل بقى بالرز بتاعي. لو عندي شوربة بقى هحط قد الرز شوربة، ده في الرز المصري. لكن لو رز بسمتي حطيتي مثلا كوبايتين رز يبقى عليهم 4 كوبايات مية. لكن الرز المصري بتاعنا الرز قد المية. انا هنا حطيت 5 كوبايات رز، هحط عليهم 5 كوبايات مية مغلية. لو في شوربة تبقى احسن طبعا، بس انا ما كانش عندي شوربة فحطيت المية المغلية وحطيت مكعب ماجي، وهسيبهم بقى كده لما يتنشف كله مع بعضه.
بالشكل ده، وهديله تقليبه بقى وهنقله على النار الهاديه شويه. هسيبه بقى لحد ما يستوي. ودي كانت كفتتنا بعد ما استوت، وحطيناها في الطبق بتاعنا ورشينا عليها الكزبره والبقدونس بتاعنا. والرز اهوت يا بنات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الريحة، والله العظيم مش قادرة اوصف لكم الريحة والجمال والطعم الخطير. هنا بقى هفضي الرز بتاعي اللي بالفراخ والزعفران في طبق التقديم. هقدمه بقى كده وهفرده كويس. يا سلام بقى لو كنتوا معايا وتشموا الريحة دي. خطيرة، جربوه مش هتندموا. وما عدناش بقى هنكلف بقى ونجيب الرز البسمتي اللي بقى اسعاره نار وغالية في الفاضي. وفي كتير مننا ما بيحبوهوش زي ولادي كده، وزي انا عن نفسي انا بحب الرز المصري جدا عن الرز البسمتي. ما بعرفش اكل اللي هو يعني. فشايفين الفراخ ما شاء الله متماسكة وواخدة لون كده غامق شوية عن الرز. فشكلها في الرز كانت تحفة وطعمها كان خطير بجد. هنا بقى ده شكل الرز بتاعي اهو، مفلفل وطعمه حلو وريحته حلوة قوي، وهيشرفك في عزوماتك وكل حاجة. هنقدم عليه بقى الكفتة بتاعنا. اهو ده كان شكل الطبق بتاعنا الجميل الخطير. والكفتة اقول ايه بس على الكفتة، مش عارفة. الكفتة كانت تحفة يا بنات، تحفة والله العظيم. هشة من جوه وطرية كده، وفيها عضة كده جميلة جميلة جميلة. احسن حاجة كانت عجباني فيها العضة اللي فيها دي، خفيفة وما فيهاش توابل كتير وجميلة قوي. شايفين الشدة دي ما شاء الله، مع السوا بتاعها مع طعمها وريحتها تحفة. يلا لو عجبتكم الوصفة بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة واكلة جديدة. مع السلامة وفي رعاية الله.